ايه الحركات دي؟ ما تجيش تتمحلس لي. هو انت كل ما هتتزنق هتيجي تعمل الحركات دي؟ لا 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 لا، لا تيجي تقرب مني ولا تطبطب عليا ولا تتحايل ولا لا الكلام ده. لا لا، انا ما بحبش الطريقه دي. استرجل كده، خليك راجل. ما بحبش انك تقعد كل شويه لما تيجي تعمل حاجه غلط تيجي لي تجري عليا وتقعد تعمل الحركات دي. انا مش قابلاها ولا متقبله اصلا شكلك كنت بتعمل كده. دي طريقه رد بعض الامهات على اولادهم، خاصه الذكور، لما بيحاولوا ان هم يستميلوهم في مواقف هم غلطوا فيها وبيحاولوا يسترضوهم، او ان هم بيتحايلوا على الامهات دي او على الاباء على حاجه هم عايزينها. بتحكي لي واحده زميلتي او اعرفها يعني ان ابنها كان بيبقى عايز يروح يلعب كوره وهي كانت بتبقى رافضه، فكان بيجي يقعد يتحايل عليها كده ويبوسها ويحضنها ويبوس ايديها. كانت تقول لي انا كنتش بحب الطريقه دي ابدا، كنت ازقه كده اقول له ابعد عني امشي، انا ما بحبش الطريقه دي، لما تنشف كده تبقى تيجي تكلمني. بتقول لي مع الوقت الولد بقى يطلب مني الحاجه اقول له لا، بقى يبص لي كده ويمشي، مش شايفني، خلاص مش عايز الحاجه دي، ما بقاش يتحايل، ما بقاش فارق معاه. بتقولي بقيت اضغط عليه ساعات واحيانا على حاجات فعلا هو عايزها، لدرجه ان انا ساومته مره على مراجعه في امتحان في درس انه مش هيروحها، لقيته بصلي كده وقال لي ايه يعني ما انت اللي هتشيلي الليله، وراح سابني ومشي. يقول لي انا هتجنن، الولد اتقلب 180 درجه. هو انت كنت عايزاه يطلع منه ايه بعد ما استخدم معاكي الاسلوب اللي هو انت بتقولي ما بيعجبكيش؟ مع ان انا عايزه اقول لكم على حاجه، فكره المحايله عند الاطفال خاصه اللي داخلين على مرحله مراهقه او سن مراهقه يعني بتبقى صعبه قوي. هم بيكونوا متمردين، عندهم حته عند شويه، فهم مش عايزين اصلا يتحايلوا. ده انت تحمدي ربنا ان هم بيتحايلوا. اي نعم في طريقه مقبوله وفي طريقه مش مقبوله، في طريقه انت تحبيها وطريقه بتخليكي ساعات تشمئزي كده، بس على حسب الموقف. مش هنشمئز من عيالنا يعني، بس هي الفكره ان في ساعات الطفل بيكون عامل موقف او فعل او سلوك مضايقني ومخليني متعصبه قوي. ممكن ساعتها لو انا مش متقبله الفعل بتاعه السلوك بتاعه اقول له طب لو سمحتي اديني بس وقت ان انا اهدى فيه وهتكلم معاك. لكن فكره ان انا اقفل عليه الطريق، ولو كان ليه سكه معايا اقفل بابها واقول له انا ما بحبش الطريقه دي ما تتمحلسليش، انت عايزاه يعمل ايه؟ ما هو طبيعي رد فعل انه ما يجيش اصلا في فكره او في حته انه يتحايل عليكي تاني. الخلاصه لازم ان احنا نعرف شخصيه اولادنا الاول عامله ازاي، نعرف السن بتاعهم، الخبرات اللي مروا بيها، المواقف، البيئه. احنا تعاملنا معاهم بيفرق جدا في تعاملهم معانا. فلو عايزاه يتربى صح معاكي ويتعلم صح وطريقه كلامه تكون زي ما انت عايزاها وكويسه، حاولي تشوفي انت ردود افعالك في المواقف المختلفه بتبقى ازاي. ما تستنيش منه رد فعل مختلف عن فعلك انت اللي بتديهوله. صدتيه ما تستنيش انه يفضل مكمل انه يقعد يحايلك ويراضيكي ويدادي فيكي وانت اصلا قافله في وشه كل الابواب.